غاوي من عندك كام سنة يا محمد؟ زمان انا طلعت لقيت اخوالي اصلا عندهم البرج كده فتعودت بقى على الحمام معاهم. اخوالك هم اللي علموك على غاية الحمام، غاية ما يعلم بها الا ربنا. خاله ده اللي مبوظه يا جماعة. انا الاب الروحي. خاله ده اللي مبوظه وهو ماشي معاه. مش كده؟ حصل. ما شاء الله الروضة عندكم فيها ابراج حمام كتير يا استاذ احمد. اما ناخد جولة كده ونشوف برضو ايه البرج بتاع الاستاذ احمد. نعد احنا لو على قد ما نجيب هتلاقي البلد مليانة ابراج. ده البرج بتاع الاستاذ احمد اهوت ما شاء الله. هو بيقول لي اطلع معايا البرج فانا خايف، انا ما بحبش الارتفاعات العاليه دي، بس ان شاء الله هحاول اطلع معاه. الخشب بتاعك ده بيتهز؟ لا بتهز، ده طبيعي، ده عادي بس طبيعي كده يعني؟ اه طبيعي كده ان شاء الله، ما ان تقلقش. شاء الله. وصلنا الحمد لله كده يا استاذ احمد. بس لسه مرحله كمان صغيره. لا يا اخي لسه فوق. لسه مرحله صغيره، مرحله التطبيق الكبيره بقى، حاجه فوق يعني هتعجبك ما شاء الله. اطلع ايوه من على السرير كده. لسه في طلوع. يا اخي لا، طب اسبقني انت بقى الحته دي. حاضر تعال. خلاص قربنا نوصل في اخر مرحله. الطبليه بتاعت البراجه دي. ايوه يا سيدي، دي بقى اللي فيها الشبك اللي بتصطادوا بيه الحمام بتاع الناس. الحماس بتاعت الحمام بتاع الطيران. ما شاء الله، لو كاتب عليهم الانواع. ما شاء الله. عشان كل حاجه تبقى معروفه غية يا جماعه، يعني من الغيات اللي بجد. اول ما تحب سواقه. انت بتطير امتى بقى؟ الساعه كام يا استاذ؟ انا احيانا الفجر، واحيانا المغرب كده، يعني احيانا كده واحيانا كده، واحيانا بس وقت بسيط قوي يعني الظهر، يعني معظم الطيران المغرب والفجر. الطيران احسن حاجه له اللي هو الفجر والمغرب. وانت بقى بيتحبس لك حمام ولا انت اللي اكيد كله بيتحبس. يعني مش بقول لك في بطل وفي مش عارف ايه بس كده كله بيتمسك منه، حتى لو انت عندك حمام الابطال من سنين كده بيجي عليه الوقت طيب اكتر واحد جنبك هنا نقول اسمه ولا ما ينفعش؟ لا عادي. اكتر واحد يعني بيعلم عليك؟ لا ده انا اللي بعلم عليه. يعني الراجل بيقول لك ما تقولش. لا الحمد لله، احنا يعني من فضل الله يعني من اكبر العشاش واكبر الغيه هنا في الروضه، الحمد لله يعني ما شاء الله ما شاء الله. لو جيت تطلع بقى هنا اطلع كده لسه في طلوع تاني؟ ما كفايه بقى يا عم، ما انا خاف اطلع. لا تصور، لا جامده ما تقلقش. مش على كده، ما لو شفت الارض ما. لا هنا تصور بقى، هنا العشاش بصوره كويسه كده. ما شاء الله، البلد كلها عندكم ما شاء الله غاويه ابراج ما شاء الله. الجنب ده كله بقى صور كده وانت جاي كله. ما شاء الله، يعني كمية أبراج ما شفتهاش غير في قرية الشعرة اللي هي في دمياط. ده أو يمكن زي الشعرة أو أكتر كمان. زي الشعرة يمكن، والله صح. يعني هنا الناس مربين كتير يعني. ما شاء الله. الناس بتوع الشعرة هيزعلوا مننا لما يشوفونا. يعني كل الشعرة اخواتنا وحبايبنا برضه هنا. هيزعلوا إن إحنا بنقول هنا يمكن أكتر. ده الأستاذ علي بقى، ده اللي هو بتاع النشيش الكبير صح؟ ده النشيش يا أستاذ علي؟ طب عرفنا بيه أستاذ علي إيه؟ علي الشبراوي. الأستاذ علي الشبراوي ده كبير النشاشين هنا في الروضة يا جماعة. النشيش كبير. بس اوعى تكون بتحبس منك أنت طيب. طبعا الحمام بقى كده. ده قبل ازرق. ده الحاجات اللي هي بتاعت النش بقى من الأبطال ده. ما شاء الله. قبل اسود. هنا ما شاء الله هو. ما شاء الله. اسكندراني. ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يبارك. ارتفاع البرج بتاعك قد ايه من تحت يا استاذ احمد؟ ارتفاع البرج بتاعي من السطح لحد المكان اللي احنا واقفين فيه هنا كده حوالي 17 متر. من السطح؟ من السطح 17 متر. بيفتح للحمام. طبعا كل ده حمام ديكور يا استاذ احمد. كل ده كوره، كل ده طيران. كل ده ديكور عشان النش.
ان شاء الله ان شاء الله. هم كده هيتجمع مع بعض كده جمع طبعا عشان شايف. طبعا هو كاتب على الابواب الانواع اللي فيها، كاتب هنا اهو حلب ازرق، حلب ازرق، ازايزي، ازايزي، انجليزي، حديدي. ما شاء الله يعني ايه، هو منظم في الغيه بتاعته حجري يعني، برج على مستوى ما شاء الله، ربنا يبارك. هنا برضو ازرق وباكستاني، هنا انجليزي، حلبي، امريكاني، مشمشي. شويه ولما قربناه بدأ ينزل في الوقت شويه. واحد جاره طلع له الحمام اهو، هو ده حمامه، وحد تاني طير هناك اهو. الحمام حط اهوت على البرج ما شاء الله. العركة كسبانة ولا خسرانة كده يا استاذ؟ لا بس احنا دلوقتي ما دخلناش في حته عركه ولا حاجه. دلوقتي ما دخلوش في معارك. دخلنا الموضوع بيطول شويه، نص ساعه، 3 ساعات بيطول. لما الحمام يتعب. لما الحمام يهبط عندي او عنده او العركه او كده. انما الوقت عشان احنا بس من ايه، احنا بنصور فيديو بس كده على الماشي يا جماعه يعني ايه. ما انتوا عارفين طبعا ان ماليش في النش، انا ليا في حمام الدبيح. بس موضوع النش ده موضوع والله حلو. ما هو هي غيه هي دي الغيه يعني. واحنا فعلا في غيه، لكن اللي عندنا احنا ده تربيه دواجن. الحمام نزل اهوت ما شاء الله. الحمام نزل وهيفطر بقى الوقت ويبدا يتحبس في عينه بقى لما للمغرب ما شاء الله. وده على فكره نص الحمام، يعني الحمام ده كان ما شاء الله قد كده مرتين ثلاثه، بس احنا يعني عشان بسبب غلو الكلفه وغلو الذره فخفناه شويه. هو غلو الكلفه خلى ناس كتير قللت الناس تقلل فعلا كتير فعلا لان الموضوع يعني اصبح مكلف او يعني كان ما شاء الله هنا حمام قد ده مرتين ثلاثه ما شاء الله. ما شاء الله كان هنا اكتر من 200 حمام. ربنا يبارك يا استاذ. حط لهم بقى شويه ميه، الحمام نازل عطشان اهو عايز يشرب. ميه عادي كده وشويه شويه ميه اللي هو نازل على الميه اهو. ولا غلط يشرب؟ لا مش غلط، اصل ما طارش وقت كتير. يعني وقت خفيف ينزل يشرب وياكل عادي. شويه ذره كده على خليهم ينزلوا. وقعد. طب انزل العربيه اللي ده كده. طب اقعد كده كده. فين حمام لسه عايز ياكل وياكل عشان بس ما ينزل كده انزل ما تيجي نعمل كده. اصبر عشان ما يطيرش. هو ده فرد غريب؟ لا بتاعنا بدي الجرار قلنا علي. علي بقى ده بقى بتاع الناس. هو اللي باين عليه خبره في الموضوع. قفلت علينا يا استاذ علي، قفل علينا الشبكه اهوت، خلاص ما عادش حاجه تخرج.
الشبكه اللي في السقف دي الجرار ده يشدها كده يسحبها تقوم مغطيه كده. اتاكدت ان مفيش حمامه بره. لا كده مفيش اي حاجه بره. ما شاء الله ما شاء الله. كده الحمام هياكل ويدخل ايه العيون بتاعته تاني اهو. ما شاء الله الحمام بدأ يخش العيون بعد ما اكل. كل واحد عارف مكانه، كل واحد ذكر، كل واحد عارف مكانه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ربنا يبارك يا استاذ احمد. امال الغرفه دي فيها ايه يا استاذ احمد؟ الغرفه ديت فيها حمام للنش غير الحمام. اسمها ايه يعني دي؟ ديت اسمها الرف، تحت الطبليه اللي تحت الطبق. تحت الطبق اللي فوق اللي هو بيسميه الطبليه. اتفضل معانا يا استاذ محمد. ده النشيش الكبير يعني هو اللي هيشرح لنا بقى الايه، اللي هيشرح لنا الموضوع ده لان هو ما قالش حاجه معانا. قول لنا بقى الوقت ده اللي ينطبق عليه المثل، انا بسميه كده، ده اللي ينطبق عليه المثل اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره. هو ده اللي انا شايفه من موضوع النش ده. هو يا جماعه مكلفين البرج ده ايام الرخص كام يا استاذ احمد؟ والله يعني ما بنحبش نقول مبالغ يعني كتير فلوس كتير والله. مكلفين كتير. لما يعمل مثلا ارتفاع 17 متر تخيل بقى ايه المصاريف. الخشب غالي دلوقتي والله. ارتفاع 17 عرض 6 في 6. شوف الخشب بقى بيعمل كام في الايام اللي احنا فيها او من فتره فاتت. ما شاء الله. وغير المصنعيات بصراحه شغل، وغير الخماس وغير كل حاجه وغير الحمام. بس هي بقى غيه، كل واحد بيجي على فتره بيبقى كده. بصراحه انا ما عاملهاش لان ده اللي انا بشوفه ايه فلوس في الهوا زي ما قالوا بالظبط كده. معاه قرش محيره ويجيب حمام ويطيره. هي اتقالت على ده هي هوايه. انا شايف ان انتوا ما بتكسبوش منه اي حاجه موضوع النش ده. اقول لك على حاجه ثانيه يا استاذ مصطفى. احنا مثلا في موضوع النش والمسك والعفو وكده احنا ما بنمسكش الا اللي يمسك منه. تمام. لو وممكن يجي لك ياخد حمامه عادي يعني. لو جالي بديله حمام، انما هو لو زعلني في اي يوم ومسك مني يبقى هو اللي جنى على نفسه بقى. انما انا ما اجيش على واحد مثلا لسه مطالع او مربي او عيل صغير لسه بينش جديد ما بمسكش منه بصراحه. الا اذا هو بقى مسك مني واعترف ان هو عنده ومش هيجيبه لي، ساعتها بقى بنزعله بقى. انما انا لو لسه اي مربي جديد او شاب او طفل طالع جديد او حاجه لو بس ما فيش عائد في الاخر. لا ما فيش عائد منه. لا ما فيش حاجه يعني. انت بيروح لك فرد يجي لك فرد مساويه بعضها يعني تقريبا ما فيش اي فايده. وهو بياكل كده زي ما حضراتكم شايفين وبيصرف المصاريف دي كلها لمزاجه. ما فيش ايه، ما فيش منها عائد عشان ما حدش يفتكر ان هو بيكسبهم. اللي بيقول لك بيمسك جوز او بيمسك فرد بيروح له فردين مش كده؟ مثلا يعني هو المكان اللي بيطير منه ده بتفتح بتشد ايوه نفتح الشبكه دي نعود ايه ما بيحطش فوق. ايوه دي اللي هي تحت الطبقه اللي فوق ده اسمه الرف. ايه حمام بيحط ايه، لكن الثاني بيحط فوق. اصلا البلد كلها كان فيها حمام بس لسه بايعه. ايوه لسه بايع الحمام يعني. دول بعملهم لسه قريب. تعالى كده في النور بس يا استاذ احمد. دول لسه عاملهم قريب يعني ما بقاليش كتير. الحمام كله كان فيه حمام. بس هي لسه بايع الحمام يعني بقالي شهرين 3. يعني بايع قد ايه مثلا؟ كان في كتير يعني هنا كان فرد بعين واحد وفوق كان فيه يمكن 55 جوز يعني 110 فرد. بايع 110 فرد عشان تخف الاكل يعني. لان المصاريف بقت عاليه. هي ما شاء الله هنا برضو عيون للذكوره برضو ولا فيهم نيت يعني؟ شايف جوز مع بعض ما فيش الا جوز بس شغالين عندك مع بعض. حتى تلاقي تحتهم زغاليلهم برضو عندك جوه. شايف هنا الخماس دي بتسماها خماس ولا بتسماها عيون؟ في دمياط بتسمى غير عندنا. هنا خماس. لا عندنا برضو بيسموا خماس برضو. عندكم الخماس دي مثلا اللي هو كله مع بعض. دي الصغيره دي بتسمى ايه؟ عيون. دي عيون. ما انا بقول عيون بس بسمع ناس يقولوا خماس فبصراحه ما عرفتش الفرق. تمام. يبقى انت ما تستفادش حاجه من دي غير انك بتطير الحمام وتتفرج عليه. تمام. وانك انت تقول ايه انا مسكت منك فلان مسكت منه حمامه وعلمت عليه وهو مسك منك مش كده ولا ذكر؟ صح ولا في حاجه تاني؟ فهي دي يا جماعه اللي معاه قرش محيره يجيب حمام يطيره. ما هوش اللي احنا بنعمله وناكل منه. اللي احنا بناكل منه حاجه بنستفاد حاجه. فلازم تربي عشان تاكل، ما تربيش عشان ايه؟ تضيع فلوس. تربي عشان تضيع فلوسك كده انت حر. ده حاجه بقى ايه ملناش دعوه فيها. ده فلوسك. اما احنا بنربي حمامتين لاحم حمامتين زاجل بناكل منهم وما بنعيبش على حد. والله احنا عندنا برضه حته الحمام اللاحم وكان عندنا غرفه ثانيه للزواجل. والحمد لله كان عندنا غرفه ثالثه برضه للحمام الانواع القصف والحلبيات والشخاشله والبلق والمساويد والحمل.
بس هو بسبب الظروف الغاليه ديت فاضطرينا ان احنا نفضي كل الكلام ده. يعني كان عندنا اكتر ما شاء الله اكتر من 200 جوز شغال. بس هو سؤال شخصي يا جماعه، معلش انا هدخل في خصوصيات. انت متجوز؟ متجوز وعندي والحمام مش مؤثر على مصاريف بيتك بامانه؟ واهل بيتك بيعملوا مشاكل معاك علشان انت بتصرف على الحمام؟ بصراحه كان مش مؤثر الاول، كان ايام الرخص. وحاليا بسبب الظروف اللي بيمر بها معظم الناس او كل الناس مش معظم. النهارده الكبير بص متاثر، والصغير متاثر، واللي معاه فلوس متاثر، والمفلس يعني حصل مشاكل بسبب الحمام؟ لا الحمد لله والله ما حصل مشاكل. طب بس الحمد لله. المشاكل يعني ايه؟ عشان ما انت حسيت انت نفسك بان انت الموضوع مؤثر عليك في المصاريف فابدا كتير ان انا اخد خطوه استباقيه مثلا ليا او لمحمد او كده، فمنع المشاكل ان احنا نبدا نخف العمل خطوه. وانت عايز تقول ايه يا استاذ محمد؟ شايفك انت عايز تقول حاجه هي غيه بس. انت غاوي من عندك كام سنه يا محمد؟ انا طلعت لقيت اخوالي اصلا عندهم البرج كده، فتعودت بقى على الحمام. اخوالك هم اللي علموك على غيه الحمام، غيه ما يعلم بها الا ربنا. خاله ده اللي مبوظه يا جماعه، خاله ده اللي مبوظه وهو ماشي معاه كده. حصل. ربنا يصلح حالكم يا رب ويرزقكم من فضله. يعني هو الوقت الراجل ده اللي بيستفادوا من الحمامتين اللحم والحمامتين اللي بيذبح منهم واللي بيبيع منهم. اما الذكوره دي دكوره ما فيش منها اي فايده غير ان هي تطير وتطير وتشقلب في الجو هيزعلوا مني بتوع الحمام. النشيشه هيزعلوا مني. معظم النشيشه اصلا عارفين الواقع. يعني هو اللي يربي بالطريقه دي لازم يكون عنده مشروع يصرف عليه، لازم يكون راجل ثري. اللي يعمل غيه وبرج ده لازم يكون راجل ثري يصرف على البرج. فالاستاذ احمد هنا من اثرياء الروضه يعني باذن الله. مش كده؟ ولا حاجه، كلنا يعني اخوات وكلنا شبه بعض يعني مستوره. الحمد لله الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد، احنا لخبطنا كتير في الفيديو ده. ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد والله، وتشرفنا بمعرفتكم. وان شاء الله الاستاذ احمد بركات اللي هو في الكويت، الناس شافت الفيديو سالت عليه كتير، شافت فيديوهاتنا معاه. ان شاء الله ان هو هيجي في مصر، هينزل اجازه في شهر 6 ان شاء الله. هو زي ما وعدنا ان شاء الله، ولنا لقاءات معاه ان شاء الله باذن الله لما يجي. انا تشرفنا يا استاذ علي. تعالى، مش عايز تتصور ولا ايه؟ ده علي علي رير ومحمد علي جوزف. استاذ علي واستاذ محمد علي برضه معانا من الناس الغواة الكبار هنا في الروضه. احنا تشرفنا بمعرفتكم يا جماعه، وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله. تشرفنا بوجود مصطفى والله. شكرا يا استاذ احمد، شكرا يا استاذ محمد، شكرا يا حبيبي، شكرا يا استاذ. وكل عام وانتم بخير. داخلين على شهر رمضان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.